مشاهدينا الكرام متابعينا عبر قنوات الكاس، عودة للفصل الأخير من هذه المباراة، الركلة الترجيحية الأولى لمنتخب فلسطين. يتقدم لها عودي الدباغ بينما مراد الوحيشي الذي شارك قبل لحظات من نهاية الشوط الثاني. عودي يتقدم في الركلة الأولى، الدباغ وضعية هذه الكرة بهذه الطريقة من الدباغ، ينفذها بنجاح ويضع لبقية زملائه كل الثقة. فلسطين تتقدم الآن مشاهدينا الكرام، والركلة الترجيحية الأولى نضع عليها العلامة الصحيحة مشاهدينا الكرام، بينما تأتي الركلة الترجيحية الآن. الركلة الترجيحية الآن لمنتخب كلا المنتخبين. من سيتقدم لليبيا؟ المصراتي على ما يبدو، أمرامي، المصراتي أمرامي، المصراتي رامي حمادة يتصدى للركلة الأولى. رامي حمادة يتصدى للركلة الترجيحية الأولى التي تضيع. شوف التحرك من رامي الذي ينجح في أن يرتمي بنفسه في ذلك المكان، وبالتالي الآن تأتي الركلة الترجيحية الثانية للفدائي. الركلة الترجيحية الثانية للفدائي يتقدم لها الركلة الترجيحية الثانية. الله على الحطة، الله على الحطة من اللاعب رقم 8 في تشكيلة منتخب فلسطين، حامد حمدان، اللي بيسجل الثانية. ركلتي ترجيح صحيحة للفدائي وواحدة ضايعة على منتخب ليبيا. الآن يأتي الدور في هذه الركلة الترجيحية الثانية لمنتخب ليبيا. تصدى للأولى رامي حمادة. ماذا عن الثانية التي تأتي الآن؟ الله على الكرة التي وضعت بهذه الطريقة، إنها لحظات الإثارة. عبد العزيز علي بيسجل الركلة الترجيحية الثانية ليعيد الثقة من جديد، ليعيد الثقة مرة أخرى لمنتخب ليبيا في هذه المباراة. الآن كل الليبيين بدعوات وبصوت واحد كلهم يرددون مراد الوحيشي، مراد الوحيشي الذي إذا ما تصدى لهذه الركلة فسيعيد الثقة. لكن يتقدم محمد صالح للفدائي الثالثة لفلسطين، على محمد صالح الذي سجل الثالثة بنجاح. الثالثة تسجل بنجاح، نعم للفدائي. حاول مراد لكنه لم ينجح. فلسطين مرادها أن تتواجد في الحدث الكبير وهي تسعى لذلك. ركلة ترجيحية ثالثة لمنتخب ليبيا، يتقدم لها حسين تك اللاعب الذي شارك كبديل. حسين. الركلة الترجيحية الثالثة لليبيا، الترجيحية الثالثة لليبيا تسجل لليبيا بنجاح. ما زال العمل قائما وما زالت بطاقة العبور في هذه المباراة. لم تتحدد بعد. الأمر يعتمد على التنفيذ للكرة الرابعة، للركلة الترجيحية الرابعة للمنتخب الفلسطيني. مين اللي يتقدم؟ غدا 15 ميشيل ميلاد يتقدم للفدائي الترجيحية الرابعة. ميشيل الوحش الليبي مراد يتصدى ويعيد ليبيا
الصراع على هذه البطاقة مراد هو شارك من أجل هذه اللحظات بالخبرة الكبيرة. مراد يتصدى للركلة الرابعة لمنتخب فلسطين. تأتي الآن الرابعة للمنتخب الليبي، الرابعة للمنتخب الليبي. يتقدم لها اسماعيل التجوري، اسماعيل لليبيا في لحظات الإثارة، اسماعيل لليبيا في الركلة الرابعة، اسماعيل يضعها في المرمى الخامسة. الآن قد تكون لحظات الحسم إذا سجلت من فلسطين. نعم سجلها اسماعيل، نجح في أن يضعها بنجاح. الركلة الترجيحية الخامسة لمنتخب فلسطين. من اللي يتقدم؟ من اللي على التنفيذ؟ خلينا نشوفه. عميد محاجنا على تنفيذ الركلة الخامسة الابتدائي. عميد أمام عميد محاجنا. كل قلوب فلسطين مع بالتأكيد طبعا عميد في غح من أجل تنفيذ هذه الركلة بنجاح. عميد محاجنا ومراد لوحاشي. عميد عميد محاجنا الذي تقدم بكل ثقة ووضع الكرة على يمين حارس المرمى مراد. فمبروك سنقول لفلسطين، لكن إذا سجلها اللاعب الذي يتقدم لها اللاعب الليبي رقم 16 فنستمر. مروان أمام رامي، مروان أمام حمادو. يا فلسطين يا قصيدة كتبتها السماء وقرأها العالم بعيون دامعة وفؤاد فخور. الفداء الفلسطيني إلى بطولة كأس العرب. فلسطين إلى بطولة كأس العرب. الركلة الضائعة، الركلة الأخيرة، الفداء مبيلين، رافع راية فلسطين. مبروك، ألف مبروك للجماهير الفلسطينية. وصول منتخب الفدائي إلى بطولة كأس العرب مشاهدينا الكرام في مشهد وفي لحظات رائعة وكبيرة. غرد لك من القلب في المقابل للمنتخب الليبي وللجماهير الشاهدين الكرام متابعينا في كل مكان. تجدد اللقاء في مواعيد اللقاءات القادمة. مبروك لفلسطين، مبروك الجماهير الفلسطينية. هارد لك الآن أعود بالصوت والصورة إلى الزميل خالد القحطاني وأترككم مع هذه الصور الرائعة هنا في استاد بن جاسم. إلى اللقاء.